فاكر لما رسمنا الشخص السعيد أو الشخص اللي بيضحك وقلنا إن حواجبه المفروض بتكون مرفوعة، يعني برسم آدي العينين ارسمها بأي طريقة بس تكون على نفس الخط اللي بالعرض، والودان برضه في نفس الخط اللي بالعرض ولكن بره نفس الخط كلهم، وآدي المناخير دول مش بيتأثروا باللي احنا هنقوله دلوقتي. نرسم زيهم عين وآدي المناخير وآدي الودان. الراجل ده هنعمله بيضحك رافع حواجبه عادي، ودي الضحكة الطيبة. الضحكة الطيبة عبارة عن قوس لفوق وادي الأسنان وادي عمق البق علشان يبان إن في عمق جوه يعني. نهدي العين شوية عشان ما تبقاش مبرقة، يعني نعمل لها كفون كده تنزل على نين العين. الراجل ده بيضحك عادي، عاوز بقى تزود في الضحك زي ما قلنا قبل كده إن الخدود بتطلع تغطي على الجزء السفلي ده من العين. اللي أنا عاوز أقوله هنا في رفعة الحواجب. طيب لو أنا هرسم شخص بيضحك برضو، ولكن الحواجب هنا هتختلف، مش هخليها بقى أقواس لفوق، لا هخليها غاضبة. شوف الضحكة شريرة ازاي، وخصوصا بقى لو انا جبت الاسنان ما عملتش بقى ايه تجويف البق من جوه والكلام ده، لا خليت الاسنان كلها ايه لازقه في بعضها، تحس ان الراجل ده بيفكر في فكره شريره او بيخطط لحاجه شريره وبيضحك كده ضحكه شريره. طب لو رسمت بقى راجل حزين، الحواجب الحزينه وبيضحك عادي، تفتكر ممكن تكون ايه القصه ورا الراجل ده؟